السلام عليكم. تخيل إنك قاعد في أمان الله وفجأة الأرض تهتز تحتك. المباني بتترج، الشوارع بتتشقق، والناس بتجري ومش فاهمة إيه اللي بيحصل. في اللحظة دي بيبدأ غضب الأرض الحقيقي، زلزال أو بركان. بس استنى شوية قبل ما نكمل. لو بتحب تتعلم عن أسرار الطبيعة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، وده أقل تقدير لتعبنا في المحتوى ده. أولاً، الزلازل، الهزة اللي ما بتتوقعهاش. الزلازل بتحصل لما صفائح ضخمة تحت الأرض تتحرك. الأرض متقسمة لقطع عملاقة، الصفائح التكتونية، وكل صفيحة منهم ممكن تتحرك سنوياً بالسنتيمترات. بس مع الزمن الضغط بيزيد، ولما الصخور ما تقدرش تستحمل بتتكسر وتخرج طاقة ضخمة في شكل موجات زلزالية. الموجات دي هي اللي بتخلي الأرض تهتز، واللي أحياناً بتوصل لقوة تدمر مدن كاملة. زلزال تشيلي سنة 1960 كان أقوى زلزال مسجل في التاريخ بقوة 9.5 درجة. تخيل مدينة كاملة ممكن تتساوى بالأرض. الزلازل تحت البحر يساوي تسونامي. لما الزلزال يحصل في قاع المحيط بيحصل حاجة أخطر، تسونامي. موجة عملاقة بتمشي بسرعة توصل ل 800 كيلومتر في الساعة وتغرق سواحل في دقايق. في 2004 تسونامي ضرب جنوب شرق آسيا ومات فيه أكتر من 230 ألف شخص. البحر بيبقى هادي وفجأة بيوصل الوحش والموج بياخد كل حاجة. ثانياً، البراكين، انفجار من قلب الأرض. البركان مش مجرد نار طالعة من جبل، ده تراكم ضخم من الصهارة أو الصخور المنصهرة جوه الأرض، ولما الضغط يزيد الصهارة بتدور على طريق للخروج، فلما تلاقيه بيحصل الانفجار. البراكين بتطلع حمم منصهرة، غازات سامة، رماد بيغطي مدن بالكامل. وفي براكين انفجارها بيغير مناخ الأرض كله، زي بركان طنبورة سنة 1815 اللي خلى السنة اللي بعدها تعرف عالمياً بالسنة بدون صيف. الرماد غطى الغلاف الجوي، ودرجات الحرارة في أوروبا وأمريكا نزلت لدرجة الناس ماتت من البرد. علاقة الزلازل والبراكين بتشكيل القارات. اللي احنا شايفينه دلوقتي على الخريطة مش هو الشكل الحقيقي للأرض زمان. كل القارات كانت ملتصقة في كتلة واحدة اسمها بانجيا، ومع الوقت الصفائح التكتونية اتحركت وسببت الزلازل والبراكين اللي فصلت القارات عن بعض. يعني اللي بنسميه كوارث طبيعية هو اللي شكل كوكبنا بالشكل اللي احنا عايشين عليه دلوقتي، بل إن في جزائر كاملة زي جزر هاواي اتكونت بالكامل من براكين. هل نقدر نتوقع الزلازل؟ الزلازل للأسف لأ. البراكين أحياناً لو في تغييرات في درجة حرارة الأرض أو غازات بتخرج قبل الانفجار، لكن في النهاية الأرض دايماً عندها مفاجآت محدش يقدر يوقفها ولا يتنبأ بيها 100%.